في تجارة أبشع من تجارة السلاح والمخدرات، تجارة الأرواح أو تجارة الأعضاء البشرية. أنا مش طالع أبرأ حد ولا أتهم حد، أكيد في جهات مسؤولة وعارفة أكتر منه ومنك. أنا جاي النهاردة أفهمك يعني إيه تجارة أعضاء، مين بيتباع ومين بيشتري، وليه الجسم البشري بقى سلعة. خليك معايا للآخر عشان تفهم الكابوس ده ماشي إزاي في العالم وبيوصل لحد فين. تعال نعرف أصل الحكاية. Let's go! تخيل إن جسم الإنسان بقى يتقطع ويتباع زي اللحمة، بس اللحمة ليها تمن معروف، أما الكلى والكبد والقرنية ونخاع العظم فدي أسعارها مش بالدولار وبس، دي بالدم كمان. من أول شوارع دكة في بنجلاديش لحد مقابر القاهرة، مرورا بعيادات باكستان وسجون الصين، وناس تتخطف من أفريقيا وسياح يسافروا مخصوص علشان يزرعوا كلية من غير ما يسألوا جت منين. منظمة الصحة العالمية قالت إن في 10% من عمليات زراعة الأعضاء في العالم بيتموا بطرق غير شرعية. كل سنة بيتعمل أكتر من 100,000 عملية زرع عضو، يعني في حوالي 10,000 شخص زرع عضو واشتراه من السوق السوداء. السوق ده بيشتغل بمليارات الدولارات. في تقارير بتقول إن تجارة الأعضاء بتدخل أرباح بتوصل ل1.5 مليار دولار سنويا. السوق شغال والناس بتموت، واللي بيدفع أكتر بياخد، واللي فقير ممكن يتقطع حتة حتة. أكتر عضو بيتباع دلوقتي الكلية، لأن الإنسان يقدر يعيش بكلية واحدة، وده اللي فتح الباب. اللي فقير ومزنوق وعايز يأكل عياله وبيفكر يبيعها، واللي عنده فشل كلوي ومش لاقي متبرع بيبقى مستعد يدفع اللي وراه واللي قدامه علشان يعيش. وساعتها السوق بيشتغل، في بايع وفي شاري، وفي النص السمسار بيقبض بالدولار. في تقرير من منظمة الصحة العالمية قال إن 75% من تجارة الأعضاء في العالم بتكون في الكلى بس، يعني من كل 4 عمليات زرع غير قانونية 3 منهم كلى، مش علشان أحسن ولا أغلى، لأ، بس علشان الناس بتقدر تستغنى عنها، وفي ملايين المرضى داخلين على الفشل الكلوي كل سنة. طيب الكلية بتتباع بكام؟ الرقم بيختلف حسب البلد، يعني في الهند مثلا المتبرع بياخد من 1000 ل 2000 دولار، والعضو بيتباع بمبلغ بيوصل ل 30,000 دولار، وفي مصر البياع بياخد من 30 ل 50,000 جنيه، والمتلقي ممكن يدفع نص مليون. أما في السوق الدولي العملية كاملة ممكن تكلف المريض ما بين 70 ل 100,000 دولار في بعض الدول، خصوصا في أوروبا أو أمريكا. طيب إيه بعد الكلى؟ الكبد بيتاخد منه جزء، علشان الكبد عنده ميزة إنه ممكن يتجدد تاني، فده بيخلي فيه فرص أكتر للزرع، بس في نفس الوقت العملية أخطر والتكلفة أعلى. في الصين الكبد ممكن يتباع ب100,000 دولار، وفي مصر الناس بتبيع جزء من الكبد أوقات ب100,000 جنيه، وده كارثة لأن الخطورة كبيرة جدا. نيجي للقرنية، ودي بتتزرع علشان الناس فقدت البصر. للأسف في أماكن كتير بيتم استخراج القرنيات من الجثث من غير إذن أهل المتوفي. القرنية مش غالية زي الكبد والكلى، لكن ليها سوق خصوصا في الدول اللي فيها ضعف في التبرع، وفي مافيا بتتاجر فيها من غير علم الأهل. نخش على الجلد. الجلد بيتاخد من المتوفين غالبا وبيستخدموه في علاج الحروق، وده مطلوب جدا في الدول اللي فيها حروب او انفجارات. في الصين والهند الجلد بيتجمع من جثث بطريقه غير شرعيه، وبيتباع لشركات ادويه ومراكز طبيه. الجلد بيتباع ويتشري ويتسرق كمان. وخلينا نبدا من الاستخدام اللي شكله بريء لكنه كارثه كبيره، علاج الحروق. في الحالات الخطيره زي اللي بتحصل في حوادث العربيات او انفجارات او حروب، بيبقوا محتاجين جلد تطعيم، يعني بياخدوا جلد من مصدر خارجي ويحطوه مكان الجلد اللي اتحرق علشان الجسم يلم الجرح. وده مش جديد، ده بقاله سنين، ومراكز زرع الجلد شغاله بيه في اوروبا وامريكا. بس الفكره هنا مش في العلاج، الفكره في المصدر. اغلب الجلد اللي بيتزرع بيكون جاي من جثث متوفيين، وده بيتم في البنوك الطبيه او المستشفيات الكبيره بشرط وجود موافقه مسبقه من المتوفي او اهله، زي ما القانون بيقول في امريكا او المانيا وفرنسا. لكن الموضوع مش دايما بالقانون. في دول زي الصين والهند الموضوع دخل في سكه تانيه خالص. في الهند حصلت فضيحه كبيره سنه 2017 لما اكتشفوا ان في عصابات بتسرق جثث من المقابر او بتاخدها من مستشفيات حكوميه بعد الوفاه، وتبدا تشتغل. يقشروا الجلد ويحطوه في اكياس معقمه ويتباع لمراكز علاج خاصه او شركات ادويه. الجلد بيتقطع شرايح صغيره حوالي 10 سم في 10 سم، وسعر الشريحه الواحده ممكن يوصل ل 150 دولار. يعني لو جثه كامله خدت منها متر ونص مربع، وده المتوسط، تقدر توصل قيمتها في الجلد بس لاكثر من 20,000 دولار. التجاره دي مربحه لدرجه ان واشنطن بوست نشر التحقيق سنه 2012 بيقول ان في جثث بيتاخد منها الجلد والعظام والاوتار وحتى الصمامات القلبيه بتتباع وكانها قطع غيار بشريه. في الصين الوضع اسوء، لان لحد سنين قريبه الحكومه كانت بتسمح باخذ اعضاء ومن ضمنها الجلد من السجناء المحكوم عليهم بالاعدام من غير موافقتهم، لحد ما الموضوع اتعرف والعالم بدا يضغط واتقال رسميا انهم وقفوا ده سنه 2015. لكن في تقارير كتير قالت ان الموضوع لسه شغال تحت الترابيزه، وحتى بعد وفاتهم الجثث في الصين بتتباع لشركات اجنبيه. في تقرير بيقول ان الجلد البشري الصيني بيستخدم في تصنيع منتجات زي كريمات تجميل وحقن كولاجين، يعني جلد واحد ميت بيتحول لكريم نضاره وشد بشره. في سنه 2016 الصين صدرت حوالي 18,000 وحده جلد بشري لمراكز طبيه وابحاث خارجيه، وده حسب تقارير غير حكوميه. اما في اوكرانيا في عز الحرب اللي بدات سنه 2022 ظهرت شبكات بتستغل الجثث اللي طلعت من الحرب وتبدا تجمع منها الجلد وتصدره لبره. سعر الجلد في السوق السوداء ارتفع بنسبه 30% من وقت بدايه الحرب، خصوصا مع ارتفاع الطلب من دول فيها حروب كتير. التجاره دي ما بتوقفش عند الحروب بس،
الجلد البشري بيستخدم كمان في شركات أدوية علشان يجربوا عليه علاجات جديدة أو يصنعوا منه رقع جلدية جاهزة للزراعة، وده بيحصل في ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان. وفي أمريكا رغم وجود قوانين صارمة، في تقارير من ال FBI سنة 2013 بتقول إن في عصابات بتحصل على الجثث من دور المسنين والمستشفيات اللي فيها حالات وفاة غير معلن عنها، وبتبيع الجلد لأبحاث أو مراكز خاصة من غير موافقة الأهل. كل ده بيتم من خلال اللي بيسموه بنوك الجلد، واللي المفروض تكون تحت رقابة، لكن بعضها بيدخل السوق السوداء. الموضوع ما فيهوش إنسانية خالص لما تيجي تبص له من الزاوية التانية. الجثة بقت سلعة والجلد بقى متر بيتقاس بالدولار، والدكاترة مش دايما ملايكة. حوالي 20% من الجلد المستخدم بيتم من مصادر مش معروفة. أرباح تجارة الجلد في السوق العالمي سنة 2024 وصلت ل1.7 مليار دولار. آخر حاجة نخاع العظم، وده ملوش نفس شهرة الكلى والكبد والجلد، بس الطلب عليه عالي جدا خصوصا في علاج سرطانات الدم. في وسطاء بياخدوا عينات نخاع من الناس الفقراء بعد ما يقنعوهم انه تحليل ويتباع بعدين. تكلفة زرع نخاع العظم ممكن توصل ل 200,000 دولار في بعض الحالات في أمريكا. نرجع للكلية تاني لأنها رقم واحد في السوق. من أول التسعينات لحد النهاردة ظهرت دول معينة كأنها سوبر ماركت للكلى. الفلبين مثلا لحد سنة 2008 كانت مشهورة إنها أرخص دولة تزرع فيها كلية، لحد ما الحكومة هناك طلعت قرار يمنع تبرع المواطنين للأجانب. الهند بقى كانت فيها أزمة كبيرة سنة 1995 لما تم ضبط شبكة تجارة أعضاء في مدينة شيناي، وكان في مستشفى بيزرع يوميا أعضاء لأجانب، والدكتور المسؤول هرب بس اتقبض عليه سنة 1998. لكن في بلد واحدة في العالم تقريبا قالت احنا هنعملها رسمي وسمحت ببيع الكلى بشكل قانوني. البلد دي هي إيران. من سنة 1988 الحكومة هناك بدأت تسمح ببيع الكلى بموافقة الطرفين، وقررت تدخل بنفسها كوسيط بين المتبرع والمريض علشان تحاول تحط ضوابط وتحمي الناس. لكن الموضوع مش سرقة أعضاء ولا تجارة في الخفا، ده قانون رسمي عندهم. في إيران أي شخص بالغ سليم صحيا ممكن يقرر يبيع كليته لشخص محتاج بشرط إن الاتنين يبقوا إيرانيين. الحكومة بتسهل العملية وبتدفع كمان مكافأة مالية للمتبرع، وكمان بتخلي المريض نفسه يدي مبلغ تاني كتعويض. يعني المتبرع بيخرج من العملية ومعاه مبلغ محترم. في الوقت اللي باقي العالم كان بيحارب بيع الأعضاء ويجرموا، إيران قالت لا، خلينا نواجه الطلب المتزايد بشكل واقعي. ليه؟ لأنهم كان عندهم أزمة فشل كلوي كبيرة وقوائم انتظار طويلة، والناس بتموت وهي مستنية متبرع. فالحكومة قالت نحلها بشكل قانوني بدل ما الناس تموت أو تدخل في السوق السوداء. وعلشان الأمور ما تفلتش، إيران عملت حاجة اسمها جمعية دعم مرضى الكلى. الجمعية دي بتنسق بين المتبرعين والمحتاجين، وبتراجع التحاليل وبتتأكد إن العملية آمنة للطرفين. كمان الحكومة بتدفع للمتبرع تأمين صحي مجاني بعد التبرع. من وقت ما بدأ النظام ده سنة 1988 إيران تقريبا قضت على قائمة الانتظار. بس تعال نشوف الناحية التانية للقصة. هل ده معناه إن كل حاجة تمام في إيران؟ الإجابة طبعا لا. في دراسات اتعملت على المتبرعين في إيران لقوا إن أغلبهم من الطبقات الفقيرة، وناس مش لاقية تاكل أو عليها ديون أو عايزة تتجوز ومش معاها فلوس. يعني التبرع مش دايما قرار نابع من الرحمة أو الإنسانية، لا ده في الغالب قرار اضطراري بيطلع من الجوع واليأس. وفي أبحاث اتعملت سنة 2009 على مجموعة من المتبرعين في طهران، قالوا إن حوالي 60% من الناس اللي باعت كليتها ندموا بعد العملية، وبعضهم دخل في حالة اكتئاب شديد. وفي حالات سجلت فيها انتحار بسبب شعورهم بالذل، أو إنهم اتسرعوا، أو إن حالتهم الصحية ساءت بعد العملية ومحدش سأل فيها. يعني الحكومة بتقول إنها بتحمي المتبرعين وبتنظم العملية، بس الحقيقة إن في استغلال اجتماعي واضح. الفقير هو اللي دايما بيبيع، والغني هو اللي بيشتري، وده بيخلي فكرة التبرع تفقد معناها الحقيقي وتتحول لتجارة شرعية مقننة تحت مظلة الحكومة. في الفلبين بقى كانت الدنيا ماشية بنظام غريب. لحد سنة 2008 كانت الفلبين من أشهر الوجهات السياحية الطبية، مش علشان الناس تروح تعالج ظهرها ولا تعمل عمليات تجميل، علشان يزرعوا أعضاء وبالذات الكلى. اللي بيحصل كان إن المريض اللي عنده فشل كلوي في أمريكا أو في أوروبا أو حتى من الخليج يركب طيارة ويروح الفلبين، يوصل هناك يلاقي كل حاجة جاهزة، مستشفى، دكتور، ومتبرع. واللي بيتبرع طبعا مش بيعمل كده حبا في الإنسانية، لا ده شاب فقير من الأحياء العشوائية مضطر يبيع كليته علشان يسدد ديونه أو يشتري لبن لعياله أو يهرب من الجوع. العملية كلها كانت بتتكلف للمريض من 25 ل 40 ألف دولار، في الوقت اللي نفس العملية في أمريكا كانت ممكن توصل ل 100 ألف دولار أو أكتر. يعني المريض يكسب والدكتور يكسب والسمسار يكسب والمتبرع الفقير هو بس الوحيد اللي بيخسر. في سنة 2007 وزارة الصحة الفلبينية قالت إن أكثر من 3000 عملية زرع كلى اتعملت في البلد، 75% منها كانت من متبرعين أحياء، وأغلب المتبرعين دول كانوا من قرية اسمها سان بيدرو، لدرجة إن الناس بدأت تسميها قرية الكلى. القرية دي كانت فقيرة جدا، وفجأة بقى فيها نسبة كبيرة من الرجالة ماشيين بندبة في جنبهم الشمال، وكانت الناس تقول ده بايع وكأنها حاجة عادية. في تقرير صدر سنة 2007 قال إن الفلبين بتصدر كلى أكتر ما بتصدر موز. وفي نفس السنة الحكومة الفلبينية لقت نفسها في ورطة. الصحافة العالمية بدأت تكتب
ومنظمات حقوق الإنسان بتهاجم، فاضطرت الحكومة تتحرك. في بداية سنة 2008 صدر قرار رسمي من وزارة الصحة الفلبينية يمنع أي فلبيني إنه يتبرع بعضو لأي أجنبي إلا في حالة واحدة بس، لو في صلة قرابة مباشرة زي أم وابنها أو أخ وأخته. القانون ده كان محاولة لوقف تجارة الكلى، خصوصا إن في سماسرة كانوا بيلموا الفقراء من الشوارع وبيبيعوا أعضائهم في مستشفيات خاصة من غير أي رقابة. وبرغم إن الحكومة حاولت تحط رقابة وتعمل قاعدة بيانات للمتبرعين، لكن السوق كان كبير جدا وأصعب من السيطرة عليه. سنة 2009 منظمة الصحة العالمية وصفت الفلبين إنها كانت مركز إقليمي لتجارة الأعضاء، وده حصل بسبب ضعف القوانين والفقر الشديد ووجود مستشفيات خاصة بتشتغل من تحت لتحت. وفي دراسة اتعملت في جامعة مانيلا لقيوا إن أكتر من 70% من المتبرعين بكلى في الفلبين ندموا بعد العملية وحسوا إنهم اتخدعوا او ما خدوش المقابل اللي اتوعدوا بيه او صحتهم سيئت جدا، وفي نسبه منهم دخلوا في اكتئاب وبعضهم حاول ينتحر. والغريب ان في ناس كانوا بيبيعوا الكلى ومش بيستفيدوا اصلا، لان الفلوس كانت بتروح لسداد الديون او السمسار بياخد نسبه كبيره او يحصل لهم مضاعفات بعد العمليه وتخليهم يصرفوا كل اللي خدوه على العلاج. اما في افريقيا فالكارثه اكبر، في اطفال بيتخطفوا مخصوص علشان يتباعوا حته حته. نبدا من نيجيريا. البلد دي فيها سكان كتير قوي وفيها مناطق فقيره جدا وسنين طويله من الحروب الداخليه، وده خلى فيها ملايين من اللاجئين والمشردين اللي مفيش حد بيسال عنهم. دول بقوا هدف سهل جدا لشبكات تجاره الاعضاء. سنه 2015 الشرطه النيجيريه قبضت على العصابه دي كانت بتخطف الاطفال من الشوارع وتوديهم بيوت مهجوره، وهناك كانوا بياخدوا الكلى والقرنيه واحيانا الكبد ويرموا الطفل في اي صحراء. الامر ما وقفش على نيجيريا بس، القصه كملت للاسوأ في ليبيا، خصوصا بعد ما الدوله اتفككت بعد الثوره والبلد بقت ارض مفتوحه للمهربين والعصابات. من 2014 وانت طالع مفيش قانون ومفيش جيش موحد وكل ميليشيا عامله نفسها حكومه. في الاف المهاجرين من افريقيا بيهربوا من الفقر والجوع والحروب وبيحاولوا يوصلوا اوروبا عن طريق ليبيا. دول كانوا بيتخطفوا ويتباعوا. في 2017 قناه CNN الامريكيه بعتت فريق صحفي صور مزاد علني في منطقه قريبه من طرابلس. الناس كانوا بيتباعوا عادي جدا، سعر الواحد كان بيوصل ل $400، واللي بيشتري ما كانش بيشتري علشان يشغلوا في الزراعه. كان في ادله بتقول انهم بيتاخدوا وبعد فتره بيختفوا وبعدها بيلاقوا جثثهم ناقصه اعضاء. منظمه الهجره الدوليه طلعت بيان سنه 2017 قالت فيه ان في مئات من المهاجرين تم اختطافهم في طريقهم للسواحل الليبيه، وبعضهم ظهر مقتول فيها اثار عمليات جراحيه بدائيه على جسمه، يعني حد فتح وخد اعضاء. في قصه مشهوره انتشرت سنه 2016 عن شاب نيجيري كان بيحاول يوصل لايطاليا عن طريق ليبيا. اهله فقدوا الاتصال بيه وبعد شهور جالهم خبر من مهاجر تاني انه شاف جثته في معسكر في سبراتا من غير كليتين وجنبه شباب تانيين في نفس الحاله، بس مفيش وثيقه رسميه بتثبت لان مفيش دوله بتتابع ومفيش تحاليل ومفيش قوانين شغاله. اما في مصر بقى فاللي بيحصل مش بعيد عن اللي قلناه. في ديسمبر 2016 هيئه الرقابه الاداريه وبالتعاون مع وزاره الداخليه اعلنت عن ضبط اكبر شبكه لتجاره الاعضاء في تاريخ مصر. تم اعتقال حوالي 45 شخص من ضمنهم دكاتره في جامعات مصريه زي القاهره وعين شمس وممرضين واصحاب مراكز طبيه وسماسره، ولقيوا ملايين الدولارات وسبائك ذهب. واتقفلت حوالي 10 مستشفيات ومختبرات خاصه ادعوا انها شبكه دوليه بتسيب ضحايا فقراء وتبيع اعضائهم لمرضى اثرياء داخل وخارج مصر. القصه كانت بتتم ازاي؟ السمسار يروح لشخص فقير في امبابه او الوراقه او العتبه او الشرابيه، بيقنعه يبيع كليته ب 30 او 40 الف جنيه ويعملوا له تحاليل بسرعه ويودوه له عياده خاصه ويشيلوا العضو ويبيعوه المريض غني بالاف الدولارات، بس الضحيه غالبا بيقع في مشاكل صحيه. الرقابه الاداريه قالت ان الشبكه دي عملت اكتر من 100 عمليه نقلت فيها اعضاء وتورطت فيها مستشفيات خاصه واطباء مزيفين. كانوا بيزوروا اوراق زي شهادات القرابه وجواز سفر كدليل ان المتبرع والمريض قريبين، في حين ان الواقع مفيش قرابه اصلا. بالنسبه للحالات الصحيه في تقارير بتقول ان اكتر من 78% من المتبرعين في مصر خاصه الكلى ظهر عليهم اثار سلبيه صحيه بعد العمليه، و96% ندموا على اتخاذ القرار ده. القضيه دي كشفت ان حتى مستشفيات خاصه كبيره في القاهره والجيزه متورطه. مناطق زي الشرابيه وشبرا والجيزه وفيصل كانت معروفه انها ارض خصبه للسماسره. في شباب بيقعدوا قدام المستشفيات وبيصطادوا الضحايا، يقول لك عايز تطلع من اللي انت فيه هتاخد 50,000 جنيه وهنعالجك، وعمليه بسيطه وانت تمام. وبيستخدموا عقود متبرعين شكليه ويضغطوا على الناس الفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا. وكمان كان في حالات كانت بتتخطف او تختفي او بتموت بسبب العمليه. القانون المصري اللي بيحكم هو القانون رقم 5 لسنه 2010. القانون ده بيمنع اي تبرع الا في حالات محدده، وبيشترط ان المتبرع والمتلقي يكونوا من نفس الجنسيه، وان العمليه تتعمل في مستشفى معتمد وبوجود لجنه رقابيه. لكن رغم كده في ثغرات كبيره بتحصل، زي انك تزور شهاده قرابه او جواز او تستغل مريض جاهل ما يعرفش يكتب اسمه حتى وتحط بصمته على عقد مزور. وفي حالات معروفه طلع فيها ناس باعت كليتها وما خدتش الفلوس اصلا، وفي ناس ماتت بعد العمليه. الحكومه بدات تشدد الرقابه شويه وفي حملات حصلت وتم قفل عيادات، والرقابه الاداريه شغاله، لكن السوق لسه مفتوح لان طول ما في فقر وجهل وناس مستعده تشتري
يشتري فالموضوع مش هينتهي. وعلشان نكون منصفين، مش بس في مصر، في كل العالم في ضحايا، لكن اللي بيموت في بلد غني بيتكلموا عنه، اما اللي بيموت في العشوائيات فمحدش بيشوفه. واللي بيبيع كليته مش دايما طماع، اوقات بيكون عايز يشتري علاج لابنه او يدفع ايجار او يهرب من جوع، انما اللي بيشتري هو اللي بجد اللي لازم يتحاسب. تجارة الاعضاء هي السوق الوحيد اللي بتبدأ بمريض بيموت وتنتهي بمريض بيعيش، وفي النص في تاجر بيكسب وضحية بتتنسي. واللي باع عضو النهارده ممكن يكون نفسه محتاج زرع عضو بكره، بس محدش هيديله لانه ببساطة بقت لعبة ما فيهاش رحمة. اتمنى الفيديو يكون عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناة، واستناني في اصل الحكاية الجاية.